السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول يوم رمضان، أدعو الله عليكم بالخير واليمن والبركات يا رب، وتعيشوا كده شهر مبارك عليكم وعلى أمة المسلمين جميعا وأمة محمد أجمعين. النهاردة هنفكركم بالحمام. احنا عملته قبل كده ومنزلاه على القناة بتاعتي، بس قلت أفكركم بيه برضو تاني. ممكن يكون أنا نسيت أقول لكم حاجة في الطريقة أو اتمسحت مني. احنا بنغسل الحمام كويس وطبعا بيجي متسقف من عند الفرارجي، بنغسله حلو وبنصفيه لغاية ما ينشف خالص من ميته. بسوكه بالخطوة دي. اتمسحت مني في الفيديو اللي انا مسجلاه قبل كده. بسوكه ببشر بصلاية وبقوم حاطة عليها ملح وفلفل وبدعكها حلو، وبقوم مسوكاه من جوه ومن بره، ومن جوه اللحم ومن جوه البطن كده ومن جوه اللي احنا هنحشيه من هنا كده، وبسيبه. وباقي البصل اللي بيفيض بكتر البصل شويه بحطه على الرز طبعا عارفينه. بنشوح البصله مبشوره، وبنحط الكبد والقوانص بنشوحهم، ونحط ملح وفلفل، وبنحط جنزبيل، وبنحط معلقه سكر، وبحط اللهم صل على النبي ملح وفلفل وجنزبيل وجوز الطيب، بحط ورق لوري. وطبعا بشوح الكبد والقوانص بتتشوح، بشوح معاهم، بكون مش من غسله الرز ومشوحاه معاه، مشوحاه حلو كده معايا لغايه ما يشرب بالسمنه بالكبد والقوانص. بعد كده بقوم حاطاله نص عقد الميه. احنا بنحط مثلا على كل كوبايه ميه، لا دوت بنحط على كل كوبايه رز نص كوبايه ميه. يعني هو كل المجمل انا عامله كيلو رز، حطيت يجي ما يجيش كوبايتين ميه عشان ياخد نص سوا بس. بناخده نص سوا بس عشان يكمل سواه في الحمام، عشان ما يبقاش لا ني ولا معجن. بعد كده بنشوحه حلو، وبعد كده بنقوم مفضيينه كده يبرد، ونحط عليه نضيف عليه البصلة اللي احنا بقية البصل اللي احنا عملنا بيه، اللي احنا دعكنا بيه سويكنا بيه الحمام. وبقوم حاطة حتة زبدة من اللي احنا عاملينها، اللي انا عاملاها، بحط بعديها كده بقوم حاطة حتة زبدة. دي الزبدة بفكركم بيها اللي انا كنت عاملاها اهي، دي اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده في البيت. بحط حته زبده تدي طعم وريحه، وبقلبهم في بعض وبسيبهم يبرد. وهنحشيه دلوقتي، وبعد ما يخلص هوريهولكم. طبعا انا وريتهولكم الخطوات كلها المره اللي فاتت بالحشو بالسلق وبكل حاجه. المره دي احنا هنحشيه طبعا، وبعد ما يخلص خالص هوريهولكم. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله، وجزاكم الله كل خير، وكل سنه وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اه يا جماعة، بعد ما خلص اهوت، بعد ما حشيناه وسلقناه وفاضي الرز كملنا تسويته وحطيناه تحتيه اهو، وجرنشناه كده بالسوداني والزبيب. بعدين حمرناه، دهنته باللبن كده، وحطيت حبة زيت وحبة سمنة وحمرته على البوتاجاز على الصينية. قولوا رأيكم، شوفوا بقى وجربوا الطريقة ديت، قولوا رأيكم. كل سنة وانتم طيبين. بحبكم في الله، جزاكم الله كل خير. وعملنا جنبه طبعا بقية الأكل رقاق، طبعا طريقته موجودة برضه على القناة. وعملنا ملوخية وعملنا سلطة وعملنا شوربة لسان عصفور. كل سنة وانتم طيبين. متنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.